انت دلوقتي عايز تبدا استثمار بس مش عارف تبدا منين، وعمال تسمع كلام كبير قوي الاستثمار في البيتكوين، العملات المشفره، ال NFT، سنتين الاستثمار، مش عارف المؤشر الايه والكلام ده كله. فانت متلخبط كده، او عندك الحته التانيه اللي هو فاكر انت عشان تقدر تستثمر في البورصه بقى والكلام ده لازم تكون بقى معاك 100,000 جنيه ولا مليونير والكلام ده كله. انا كنت في الصراحه بفكر في الكلام ده وانا في الجامعه كتير جدا، فخليني في الفيديو ده اشرح لك كل حاجه تخص الاستثمار وازاي تبدا في الاستثمار في البورصه في فيديو واحد. يلا بينا. طيب مبدئيا كده انا هتكلم عن فكره الاستثمار عامه، ان هو ليه مهم جدا تبدا من وانت صغير في العشرينات كده يا باشا، او اول ما تتم 16 سنه تروح تبدا فيه، احسن بكتير ما تبدا بقى وانت في الثلاثينات والاربعينات ده كله. تاني حاجه انا جاي اصلح برضو مغالطه شائكه جدا وشائعه جدا في مجتمعنا المصري والعربي عامه، ان هو انت عشان تستثمر لازم تكون غني جدا، مع العلم ان انت عشان تبقى غني جدا لازم تبدا تستثمر اصلا. تالت حاجه هنتكلم عن فكره الاستثمار في البورصه عامه، في البورصه المصريه، عشان هي دي الحاجه المرخصه لينا في البلد في مصر. لو انت بقى عايز تستثمر في البيتكوين والحاجات NFTs والحاجات دي، فدي الصراحه حاجه مش مرخصه، انا مش هقدر اتكلم فيها. ممكن تروح تشوف اي فيديوهات تانية، بس تنصحك جدا تتعلم جدا لو تخش مجال البيتكوين والحاجات دي عشان ما تخسرش. انا هنا جاي اتكلم على واحد عايز يبتدي ب 10 جنيه حتى. اكتر سؤال الناس هتكون بتساله هي فكره اصلا البورصه دي بتكسب. هي الناس فاكراها سبوبه كده، فهلاوه كده وخلاص، ونخش نجيب فلوس يا باشا، نحط مش عارف كذا يطلع لي كذا. لا يا جماعه، خالص خالص خالص. البورصه هي حاجه استثماريه جدا. انت دلوقتي كانك بتستثمر فلوسك، بتحافظ على فلوسك. فانت هتيجي تقول لي طب ما احطها في بنك يا عم معتز، اقول لك البنك هيديك 20% عائد في السنه. طب البورصه بقى هتديك كام؟ هتديك اكتر. خلينا نتكلم ان هو هيحصل ايه اصلا لو ما استثمرتش فلوسك. هنقول دلوقتي يا عم انت راجل جامد جدا وبتوفر 1000 جنيه في الشهر، وعلى مدار السنه بقوا 12,000 جنيه. ال 12,000 جنيه بتاخدهم تحطهم في الدولاب عندك ويفضلوا موجودين، وفاكر انت كده بتحافظ عليهم. هنقول ان انت جمعت ال 12,000 جنيه دول في اخر سنه 2022 وحطيتهم في الدولاب عندك. بحلول اخر سنه 2023 فلوسك ما بقتش 12,000 جنيه زي ما انت فاكر، فلوسك بقت 7,200 جنيه عشان وحش التضخم اللي هو 40% السنه دي قضى عليهم، كلهم كده. يلا الحمد لله انت دلوقتي تتفرج على الفيديو ده اللي هو يعلمك ازاي بقى تستثمر وازاي وحش التضخم ما ياكلش فلوسك. انا كنت اتمنى والله من 5 سنين كده فيديو زي ده كده يشرح لي البورصه وان انا اقدر استثمر كده وانا معايا 10 جنيه ولا 100 جنيه والكلام ده كله، بس الحمد لله بقى ديك بتتفرج يا عم. اعمل بقى لايك بقى ولا اشتراك ولا اي حاجه يا عم. طب انت دلوقتي يا عم تيجي تقول لي ده يا عم انا مش هحوش فلوسي في الدولاب، انا هاخد 12,000 جنيه بتوعي واروح احطهم في شهاده في البنك. طب شهاده البنك هتجيب لك كام؟ هتقول لي هتجيب لي 25%، 30%. هل انت بقى يا معتز البورصه دي هتجيب لي 25 او 30% اللي البنك هيجيبهم لي؟ هقول لك والله مش بالظبط كده، بس تعال ناخدها كمثال. هنقول انت السنه اللي فاتت حطيت فلوسك دي في المؤشر ال 30 اللي هو بيضم اكبر 30 شركه في البورصه المصريه من سنه لحد دلوقتي، تفتكر عمل عائد كام؟ 99%. ماشي، دلوقتي بقى ايه هي البورصه وايه هي الاسهم اصلا؟ البورصه زي اي سوق، زي انت مثلا دلوقتي عايز تروح تشتري اساس خشبي، اساس منزلي للحاجات، مكتبه الجداد بتوع اللي معاش قال لي مبروك عليهم، انت عايز تشتريهم، فانت تروح تنزل دمياط تشتري من سوق الخشب هناك وسوق الاساس هناك، او عايز تروح تشتري سمك فتنزل تروح سوق السمك تشتري سمك. نفس الكلام في البورصه، انت عايز تشتري اسهم فتنزل البورصه اللي هي سوق الاوراق الماليه. طيب ايه هي بقى الاسهم يا معتز؟ فالدكتور معتز بعد اذنك يعني الاسهم يا باشا هي، تعالى نتخيل كده ان انت دلوقتي عندك شركه، تمام جدا، فانت شركتك دي يا سيدي بتساوي 100 جنيه دلوقتي، وانت عايز تتوسع وعايز تعمل منتجات كتير وتكبر والكلام ده كله، بس انت محتاج بقى سيوله او محتاج فلوس. فعندك كذا حل، منهم ان انت تروح البنك تروح تقول له بقول لك ايه، انا شركتي وعايز اتوسع وعايز اعمل منتجات، ما تديني كارد كده. ده حل بلاش نلجا له قوي. في حل التاني ان انت تروح لناس وليكن صحابك مثلا تقول لهم يا جماعه انا شركتي والله بتساوي 100 جنيه دلوقتي، فال 100 جنيه دول هقسمهم على 100 جزء. حلو قوي. شركتي بتعمل في كل سنه ارباح بنسبه كذا، ومتوقع السنه الجايه تعمل كذا والكلام ده كله. تقعد ايه، تبيع لهم فكره الشركه بتاعتك وتقول لهم انا الشركه بتاعتي هقسمها 100 جزء وهي ب 100 جنيه، فده معناه ان كل جزء بكام؟ عليك نور بجنيه. انا كمعتز الصراحه انا كصاحب الشركه عايز ابيع 40 جزء من اللي هو بكام؟ ب 40 جنيه. فايه رايكم يا جماعه تشتروا كده مني بقى اللي هو ايه، كل واحد فيكم يشوف عايز يشتري كام جزء كده ويبيع، فاصحابك يقولوا لك طب والله فكره حلوه، انا هروح
خد يا معتز الفلوس اهي، انا عايز مثلا، ده يقول لك انا عايز 5 اجزاء، وده يقول لك انا عايز 10 اجزاء والكلام ده كله. هل انت بقى هتروح تحط الفلوس دي في جيبك كده؟ لا طبعا، افرض انت حرامي. فهنا يطلع سوق الاوراق الماليه وشركات السمسره اللي هي بتكون ما بينك وما بين الشركه. من الاخر كده بسطت لك، انت دلوقتي عايز تروح تشتري اسهم في شركه جهينه، حلو. فانت لو اشتريت مثلا يا عم 100 سهم في شركه جهينه، ده معناه ان انت شريك في شركه جهينه، بس مش هتروح يعني السوبر ماركت تروح تجيب عصير والكلام ده كله، لا انت كده شريك في شركه جهينه. حلو قوي. هل انت تروح لشركه جهينه مثلا في اكتوبر تروح تقول لهم بقول لكم النبي انا عايز اخش شريك معاكم وخدوا 100 جنيه مثلا اهي، عايز 100 سهم؟ لا طبعا، انت بتروح للشركه اللي في النص، اللي هي اول حاجه البورصه، تحتيها الشركات اللي هي السمسره، الحاجات اللي انت بتروح تقول لهم انا عايز اقدم في البورصه، وساعتها بقى بيسجلوك والكلام ده كله. انت بقى بتسجل ازاي؟ اول حاجه انت لازم يكون سنك فوق 16 سنه عشان تعرف تسجل في البورصه. فانت دلوقتي بتروح لشركات السمسره اللي هي اللي لسه قايل عليها دي، زي شركه ساندر وهيرمس ومباشر وغيرها كتير قوي، فوق في بتاع فوق ال 150 شركه. بتروح تقول لهم يا جماعه انا عديت 16 سنه وعايز ابتدي استثمر، فهم بيقولوا لك خلاص ماشي، هات بطاقتك، ويقعدوا بقى يصوروها والكلام ده كله، بيبعتوها بقى للهيئه ويطلعوا لك حاجه اسمها كود. الكود ده بيكون مخصص ليك انت، تقدر بقى تبيع وتشتري عليك انت. فالحمد لله اللي احنا في عصر التكنولوجيا دلوقتي. لو انت كنت اتفرجت على فيلم ذا وولف اوف وول ستريت، كنت هتلاقيه دايما بيقعد يتكلم في التليفون، يقعد يكلم العملاء في التليفون، والعملاء يقعدوا يقولوا له ايه، بيع دلوقتي واشتري دلوقتي ومش عارف ايه بتاع. الحمد لله اللي احنا في عصر التكنولوجيا. من اول سنه 2020 ابتدت ظهور التكنولوجيا الماليه في مصر، من اهمهم بقى تطبيق ساندر، وهيرمس برضو عنده تطبيق، ومباشر عنده تطبيق. تقدر تستثمر من وانت قاعد في بيتك من غير ما تعمل كل الكلام ده عن طريق ابلكيشن او ويب سايت. طب يا عم معتز الحمد لله انا دلوقتي طلع لي كود وسجلت ومش عارف ايه، ها يلا بقى انا دلوقتي معايا 100 جنيه مش عارف اشتري بقى ايه. هقول لك ما تروحش تشتري اسهم. هتقول لي بقى لا، يعني انا فاتح الفيديو ده كله في الاخر تقول لي ما تشتريش اسهم. طب يلا يا عم سلام عليكم، والله لا اعمل لك عدم اشتراك في القناه. لا اقول لك لا، صلي على النبي كده واعمل لايك واشترك في القناه. انت يا باشا ما تشتريش اسهم. يعني في اول 6 شهور كده هعمل لك خطه بقى بنت لذينه دلوقتي. اول 6 شهور عايزك الفلوس اللي معاك دي تروح تحطها في حاجه اسمها صناديق استثمار. صناديق الاستثمار دي عباره عن ايه؟ ناس جامده جدا شاطره قوي في المجال ده، اللي هم بيعرفوا يستثمروا، بيعرفوا يقروا قوائم ماليه، ويعرفوا بقى السهم ده هيعلى او هينزل والكلام ده، ويبيعوا ويشتروا. الناس دي جامده جدا. جابوا صندوق كبير قوي، قال لك يا جماعه احنا بقول لكم ايه، اي حد عايز يستثمر يحط فلوسه في الصندوق ده، واحنا هنروح ناخد الصندوق ده ونقعد نستثمر له بقى، يعني نيابه عنه. اللي هو الناس بتدير محافظ صناديق استثماريه بمليارات، هيستثمروا لك انت بال10 جنيه بتاعتك يا عم. افرح يا عم. في صندوق مشهور منهم قوي اسمه ازيموت فرص، لو انت كنت استثمرت فيه السنه اللي فاتت باي مبلغ كان هيجيب لك عائد 87% في خلال السنه. 87%، مع ان البنك بيدي 20 و25%. طبعا صناديق الاستثمار دي بياخدوا نسبه بسيطه كده على العمليات بتاعتك يعني، بس نسبه بسيطه يعني لا تحتسب، مش بيعملوها لله والوطن يعني. السؤال الثاني اللي بيدور في دماغك دلوقتي ان هو طب يا معتز ابدا امتى؟ ابدا يعني ابدا وانا عندي 25 سنه؟ ابدا وانا 30؟ طب ابدا وانا 16؟ اقول لك طبعا لو انت 16 سنه ابدا على طول، لو انت 40 سنه ابدا برضه دلوقتي على طول. اهم حاجه تبدا بدري عشان تعرف تعمل لك كده ايه لوكشه حلوه، وتعرف تتعلم يا باشا عشان قدام تكسب اكتر. ده انت تبقى وارن بافيت، مع العلم ان وارن بافيت ده من اغنى اغنياء العالم، وعمل فلوسه كلها عن طريق الاستثمار في الشركات. السؤال المهم جدا، ابدا بكام؟ تبدا ب 10 جنيه. يعني انت لو مش معاك غير 10 جنيه ابدا بيها يا سيدي. هتقول لي يا لهوي يا معتز 10 جنيه هتعمل حاجه؟ كده مش هتعمل حاجه، بس على الاقل هتقعد تتعلم. السنه الجايه يا عم ان شاء الله يبقوا 1000 جنيه، بعد كده يبقوا 10000 والكلام ده كله. فانت دلوقتي حاليا شركات السمسره، مش كل الشركات السمسره هتقول لك تقدر تبدا ب 10 جنيه. يعني في شركات عامله ليميت اللي هو ما ينفعش يكون اقل من كذا. بس الحمد لله راعي حلقتنا النهارده تطبيق ساندر. طبعا ده مش اعلان ولا حاجه، بس لو حد بيكلمني من تطبيق ساندر يعني قشطه، يعني لو حد بيشوفني ممكن يكلمني اعمل له اعلان والكلام ده كله. راعي حلقتنا النهارده بتطبيق ساندر بيخليك تبتدي باي حاجه، اي مبلغ تروح تعمل ايداع على طريق فوري، فودافون كاش، حساب بنكي، انستا باي، ايا كان الكلام ده كله، وتبتدي معاهم. طيب ايه هي مميزات ثاندر؟ هو دلوقتي ده الاشهر على الاطلاق في مصر. مميزاته ان هو اول حاجه شركات السمسره دي بيكسبوا ازاي؟ شركات السمسره بيكسبوا بيع وشراء. انت دلوقتي واحد مع شركه سمسره معينه، فانت كل ما بتبيع، كل ما تعمل عمليه بيع او شراء هم بياخدوا نسبه. حلو قوي. فشركه ساندر اقل عموله، اقل نسبه، يعني بياخدوا 2 جنيه على كل عمليه. فدي حاجه كويسه جدا لو انت مبتدئ تقدر تبتدي معاهم بالموضوع ده.
ماشي. تاني حاجه، فاكر حوار التسجيل اللي قلت لك عليه، حوار الكود وحوار البطاقه والكلام ده كله؟ يا باشا فكك انت، الكلام ده كله بتعمله على الموبايل كده وانت قاعد في بيتك، بتسجل على الموبايل على طول. الحاجه المهمه كمان ان هم ما عندهمش الحاجه اللي انا بحييهم عليها، ان هم ما عندهمش حد اسمه مدير حساب. مدير حساب دي عند ناس تقعد تقول لك ايه ده، لا دي وحشه يا عم انا عايز مدير حساب. مدير حساب ده هو واحد بيكون فاهم او مش فاهم ما نعرفش، بيستثمر لك. هو تقول له مثلا انا معايا 100,000 جنيه فيعينوا لك مدير حساب، هو يقعد يقول لك بقى ايه، اشتري في كذا، بيع دلوقتي، مش عارف ايه الكلام ده كله. فشركات السمسره بتكسب بالعموله، فانت على كل عمليه بيع او شراء بياخدوا نسبه، ومدير الحساب ده بياخد نسبه على كل بيع وشراء، عموله بيع وشراء انت بتعملها. ثانيا بتقعدوا تتكلموا في الموبايل وشغلانه يا عم، وليه كل الكلام ده؟ كلموا من على التطبيق على طول، على تطبيق ثاندر، بتعمل انت بايديك. انا قبل كده حضرت محاضره تعليميه لثاندر، كنت ابتديت معاهم من سنتين وانا كنت في الجيش. كانوا بيتكلموا ان هو فكره ان انت ازاي بقى تختار الاسهم والكلام ده. كانوا بيتكلموا في فكره حلوه قوي، ان هو فكره ان انت تستثمر استثمار طويل الاجل. طويل الاجل دي لشركات السمسره يعتبر كابوس، عشان انت دلوقتي قاعد عمليه راكده قدامهم، ما بتعملش ولا اي عمليه، فمش بيعرفوا ياخدوا منك فلوس. مع العلم ان في شركات سمسره بتوصل عمولتها ل 15 و16 جنيه، ده اقل حاجه يعني، بدون ذكر اسماء يعني، بس يعني الحمد لله. ففكره ثاندر ان هم يخلوك انت اللي تبيع وتشتري من غير ما حد يقول لك بيع امتى واشتري امتى، بالعكس دول بيعلموك انت بقى تبيع وتشتري امتى براحتك انت. يعني مش مهتمين بحوار العموله قد ما هم مهتمين يغيروا المنظومه عامه في مصر، الناس تبدا تستثمر. عشان احنا عندنا في مصر نص في المية بس من الشعب المصري بيستثمر، مع العلم ان في امريكا 50% من الشعب بيستثمر، ونقعد نقول احنا ليه مش اغنياء؟ احنا ليه مش اغنياء فعلا يعني. فشركه ثاندر كمان شركه مصريه 100%، وده شيء يبسطني جدا ان شركه مصريه بتعمل الحاجات دي كلها، فحاجه كويسه يعني، فعشان كده بحب اشجعهم يعني وكده. برافو يا ثاندر. اخر حاجه معلش عايز اقولها على ثاندر، فاكر لما جيت قلت لك في خطه ال6 شهور اللي انت هتروح تحط فلوسك في صندوق استثمار؟ بعد كده هتعمل ايه بقى؟ تفتح تطبيق ثاندر برضه، هتخش تعمل حساب افتراضي، هتعمل حساب عادي وتخش على حسابك الافتراضي بيدوك 100,000 جنيه تقعد تتعلم بيه بقى. انا قعدت بقى اشتري بقى في شركات ابل ومش عارف ايه والكلام ده كله، وقعدت اتعلم في خلال اللي هو ايه، عرفت ازاي ابيع وامتى اشتري والكلام ده كله. بعد كده ما دخلت بقى فلوس حقيقيه بقى عندي معرفه نوعا ما، اي نعم برضه اكيد خسرت وكسبت والكلام ده كله، بس كان عندي معرفه على طريق الحساب الافتراضي، عشان هم مديني 100,000 جنيه طبعا يعني عمله غير واقعيه، وتقعد اتعلم بيها والكلام ده كله. فانا كده طولت في اعلان ثاندر يا جماعه، بجد لو حد من شركه ثاندر بيسمعني او بيتفرج عليا كلموني بسرعه. حاجات ما تعملهاش لو انت ناوي تستثمر في البورصه، اوعى 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 تاخد قرض وتروح تستثمر بيه، عشان ممكن يعني تخسر، يعني ممكن فلوسك دي تخسر، وساعتها كلبوش بقى تتحبس. معرفش اللي ما بيسددش قرض الصراحه ما بيتحبس ولا بيبقى فيه فوائد، بس على ايه يعني. تاني حاجه، اوعى 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 تروح تستثمر بفلوس انت عايزها كمان مثلا شهر. يعني انت دلوقتي معاك 100,000 جنيه وعندك حاجه تدفعها كمان شهر، اوعى تروح تعمل كده. ليه؟ عشان انت دلوقتي ممكن تشتري سهم ب 10 جنيه، حلو، والسهم نزل يعني بعد شهر لقيته ب 8 جنيه. انت لو بعت السهم يبقى انت كده خسرت، انت كده فعلا خسرت. فانت عشان مستعجل على الفلوس فهتبيع، فانت كده خسرت. لا يا باشا، انا هخلي السهم معايا ومصيره يطلع ان شاء الله. الحلقه الجايه بقى نتكلم عن مصيره يطلع الفلوس ده، بقى تشتري السهم والكلام ده كله يعني ان شاء الله. يعني لو في حلقه جايه، انا ما اعرفش اصلا عملت الفيديو ده ليه، بس انا لقيت نفسي بستثمر بقالي سنتين، فقلت ليه ما اطلعش افيد الناس، عشان هي فعلا حاجه عاده غيرت حياتي في حته ان هو ما بقتش غني، لا زي ما الناس فاكره ما بقاش معايا ملايين والكلام ده كله، بس فكره ان هو قدام ان شاء الله كونت عاده اللي هو هتخليني معايا فلوس زياده، انا عارف انا هحطها فين والكلام ده كله يعني. فلو حابين يبقى الفيديو الجاي ازاي بقى تشتروا وتبيعوا والكلام ده كله قولوا لي في التعليقات يعني. بس فاضل اخر حاجه في الفيديو وهي الخاتمه. عندنا استثمارات كتير في الحياه، استثمارك في علاقتك مع ربنا، في صحتك، في عقلك، اهم الفلوس ده صدقني. في فكره بقى انت تستثمر في البورصه، في البيتكوين، في الNFTs، في السلع، في ايا كان كل حاجه، بس الاستثمار فكره مهمه جدا. عشان زي ما قلت لك في اول فيديو ان انت مش شرط تبقى غني عشان تستثمر، بس شرط تستثمر عشان تبقى غني. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.